ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد ويوم جديد، ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم وتاخدوا افكار حلوة منه ووصفات جميلة جدا. اول حاجة ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديدة. وطبعا هبدأ معاكم بوجبة الفطار المفضلة لقلبي، احلى سندوتش باكله وبحب ان انا افطر بيه. والمهم كده اهلا بيكم في قناتي الصغنونه. ان شاء الله القناه تكبر بيكم معاكم. والفتره دي هبدا انزل عليها فيديوهات الروتين وفيديوهات المشتريات والتفريزات والترتيب والتنظيم. كل الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها ان شاء الله هتلاقوها معايا في القناه هنا. وقناتي بقى التانية اللي هي شيمو كيتشن هتلاقوا برضو عليها فيديوهات بقى الوصفات بطريقة كده مختصرة، عشان في وصفات بتكون حلوة جدا وبتتوه معايا في وسط الفيديو وفي وسط الروتين، فانتوا بيكون صعب عليكم ان انتوا تلاقوا الوصفة بسهولة. فهتلاقوا بقى الوصفات كده منفصلة، كل وصفة عليها اسم الوصفة يعني لوحدها، الوصف والصورة وكمان عنوان الفيديو، كل حاجة خاصة بالوصفة هتلاقوها كده مباشر. غير طبعا الروتين بنكون كاتبين يعني روتين او بنكون كاتبين عنوان مجمع للفيديو عامة. فان شاء الله كده الفيديوهات الجاية تعجبكم ويعني تاخدوا مني طاقة ايجابية وانا كمان اخد منكم طاقة ايجابية. وتعالوا بقى نبدأ مع بعض كده الفيديو، او نبدأ كده اليوم بفقرة الفطار اللي بحبها جدا وانتوا كمان بتحبوها وبتخرج كده طاقة سلبية جوايا. مجرد بس ما ببدأ ان انا احضر في وجبة الفطار في كل طاقة سلبية جوايا بتخرج. وفي بقى كام حاجة كده الحمد لله بدأت انها تتصلح عندي، اللي هي بقى تصليحات اخر السنة. زي مثلا الكتل، فالكتل الحمد لله اتصلح. كنت عايزة اشتري كتل جديد بس لقيته بيتصلح، فاتصلح بقى ونور الدنيا. وفي كمان عندي الفرن الكهرباء وشوية حاجات بقى كده في المطبخ والسباكة والحاجات دي كلها، لان الفترة اللي فاتت ما كانتش افضل حاجة. دروبات كتير قوي حصلت وكانت في حاجات كتير محتاجين يتعمل لها صيانة. فالحمد لله يعني على كل حال. وزي ما شفتوا معايا بقى اخدت كده للفطار القمر ده واحدة عيش تورتيلا، فردت عليها كده 3 معالق من اللي عجينة الطعمية. بشتريها كده من اي مطعم وبشيلها عندي في الفريزر، بتفضل معايا حلوة جدا. وكمان بقى هعمل المشروب القمر ده اللي هو عبارة عن نسكافيه كلاسيك، اي نوع بتفضليه. انا مستخدمة نسكافيه ابو عوف، زودت عليه سكر نوكال الخطير جدا، وهزود كمان عليه مبيض القهوة. ودي كانت اول تجربة ليا ان انا اشتري مبيض قهوة. انا عارفة ان هو سعراته الحرارية عالية جدا وكمان هو مش صحي قوي يعني، بس يعني هو كتغيير كده لفترة معينة ويخلص وعادي ممكن اجيب بقى تاني او ممكن لا، فلسه مش عارفة. فعملت بقى هنا كده ايه السندوتش القمر ده، احلى بقى سندوتش طعمية تاكليه ويكون بطريقة صحية مفيهوش نسبة دهون عالية. اخدت بقى واحدة تورتيلا اللي هو القمح الكامل وعليها 3 معالق من عجينة الطعمية، ومعايا بقى كده في الطاسة رشة من الزيت، وباخد بقى معايا العجينة دي لحد ما تستوي معايا. اللي بتستوي معانا هي عجينة الطعمية، اللي هو بنحمر الطعمية بس بطريقة صحية شوية عن الطعمية المقلية في الزيت، وبيكون طعمها حلو جدا. بتزودي بقى الإضافات اللي انت حباها، حابة تزودي خيار، حابة تزودي طماطم، فلفل أخضر، خيار مخلل، شوية كده من الطحينة. اي اضافة عندك انت بتحبيها ابدأي ان انت زوديها للسندوتش القمر ده. واعملي السندوتش على ذوقك وعلى مزاجك انت وعلى حسب الحاجة اللي بتحبيها. قفليه بقى نفس تقفيلة الكريب او ممكن تقفليه كده رول زي برضو ما تحبي التقفيلة اللي تعجبك. وطبعا انا في مشكلة ما بيني وما بين الخيار بقالي فترة، فبحاول ان انا اقشره واكله. بحاول ان انا اقطعه كده جنب الاكل. ما بقتش حابة طعمه في وسط السندوتشات اللي هي بتتعمل مثلا في الساندوتش ميكر او في القلاية الهوائية او في الطاسة زي كده. فما اعرفش فيه كده مشكلة ما بيني وما بين الخيار. فبحاول برضو ان انا اكله لان هو فيه نسبة مية كتير، وكمان سعراته الحرارية تعتبر ما فيش سعرات حرارية فيه كتير. فهنا بقى كملت كده كوباية النسكافيه البلاك، زودت عليها شوية كده من اللبن، وبقى عندي احلى نسكافيه، يعتبر اللي هو النسكافيه 3 في 1. طعمه حلو جدا جدا. عملت بقى الفطار القمر ده، وشايفين بقى كل الصينية الحلوة دي لو سيبنا النسكافيه على جنب سعراتها الحرارية مش هتكون عالية قوي. بس عملت بقى ايه مج النسكافيه ده من باب كده ايه الدلع والروقان شوية، لان اليوم ده كنت خارجة بره البيت وكنت عارفة ان انا همشي بقى والف كتير في السوق وكده، فكنت ايه عاملة حسابي ان انا هحرق يعني السعرات اللي انا اخدتها.
خلصت بقى وجبة الفطار القمر اللي بجد بالنسبة لي احلى من سندوتش كفتة ولا سندوتش لحمة، هو سندوتش الطعمية اللي شفتوه معايا ده، بجد طعمه حلو جدا وخصوصا بعيش التورتيلا. تعالوا بقى نشوف وجبة الغداء السهلة السريعة، واقول لكم برضو المميزات والايجابيات للتفريزات اللي عملتها للفراخ المفرومة. لو انت عايزة تسيبي في الفريزر فراخ مفرومة، الافضل ان انت تعمليها المصنعات اللي انت حابة تعمليها وتشيليها متفرزة جاهزة. يعني كان عندي طبق الفراخ المفرومة ده، هعمله بقى الوصفة اللي هي شبه الكوردون بلو اللي بيتقفل كده زي القطايف، يعني وصفة كانت ترند قوي الفترة اللي فاتت. فالمهم عايزة تعملي اي فراخ مفرومة فتعمليها مصنعات وبعدين تشيليها في الفريزر. انما تشيلي الفراخ المفرومة مباشر كده في الفريزر وتخرجي الطبق وتعمليه كده اي مصنعات، لا بحس ان الفراخ يعني طعمها بيغير شوية. فدي برضو عشان ايه، في ثقة ما بيننا وفي امانة ما بيننا. فانا بقول لكم التجربة بما يرضي الله، ويعني ربنا شاهد على كل كلمة بقولها. فالفراخ لو انت عايزة تشيلي فراخ مفرومة، لا بلاش تشيلي فراخ مفرومة زي كده وشيليها مصنعة. هنا بقى طبعا يعني كالعادة اوقات كده التليفون بيفصل في اوقات ملهاش لازمة خالص. ففي بقى مقطع كنت عاملاه ان انا اخدت الفراخ بقى المفرومة دي، زودت عليها 100 جرام من الفول الصويا، او ممكن تستبدليه باللي هي البقسماط الناعم او الفيجيتار اللي بيتباع سايب بالكيلو، المتاح عندك استخدميه. المهم انا زودت هنا للخلطة دي كان الفيجيتار اللي هي اكياس الفيجيتار اللي هي بتتباع مغلفة، اللي هو الكيس اللي ب5 جنيه، على نص كيلو من صدور الفراخ. وزودت بقى عليها ملح وفلفل اسود وشوية كمان من القرفة، وبقى عندي خلطة فراخ. فببدأ ان انا افردها كده، يعني اعملها زي كورة وافردها كده معايا بين كيسين تلاجة، او ممكن اللي هي المفارش البلاستيك دي هتأدي برضو نفس الغرض. وبتبدأي ان انتي تزودي حشوة بقى جبنة موتزاريلا كده تكون نوعية كويسة، مستخدمة هنا جبنة موتزاريلا من ريفال. وبتبدأي تقفلي بقى معاكي الفراخ شبه كده القطايف، هيبقى معاكي شكل كده مميز. وكمان لو عايزة تعمليه على شكل رول زي اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده في اللحمة، فالشكل اللي يعجبك برضو ابدأي ان انتي اعمليه. هنا بقى كنت خلصت بقى الكمية دي، بقى لون الفراخ اللي انا مزودة عليها الفول الصويا. لو هتعمليها بالفول الصويا بتاخدي كده 100 جرام فول صويا على نص كيلو من الفراخ المفرومة، وبتبدأي ان انتي تنقعي الفول الصويا الاول، وتاخدي الفول الصويا بعد ما يتنقع ويطرى معاكي تعصريه كويس جدا وتطحنيه في الكبة مع التوابل، وتنزلي عليه بالفراخ كده القطع. لو انت شارية مثلا فصوص وعايزة تعمليها مفروم، وبتطحنيهم كويس جدا، هينطحن معاكي وهتبقى معاكي الفراخ كويسة. واي طريقة من الاتنين، سواء الفراخ هتزودي لها بقسماط ناعم او فيجيتار او هتزودي لها فول صويا، لازم كده تسيبيها شوية في التلاجة عشان تمسك نفسها، ويكون معاكي بولة فيها شوية مية، او ممكن تدهني ايديكي شوية زيت وتبدأي ان انتي تشكلي معاكي الفراخ. هنا بقى كنت شكلت كده الفراخ، وطبعا يعني لازم نسيبها في الفريزر برضو شوية كمان بعد التشكيل عشان تكون سهلة معاكي وانتي بتغطسيها كده في البقسماط، ومش محتاجة بقى خطوة الدقيق والبيض وكمان البقسماط. لا انا باخدها كده مباشر على طول، بضغطها في البقسماط وبتتقلي معايا في الزيت، وبيبقى لونها ذهبي وجميل وحلوة جدا. تقدري بقى تعملي جنبها مكرونة بطاطس محمرة، ممكن تعملي رز مثلا بالكاري، رز اصفر، المتاح عندك برضو تقدري تعمليه. افكار الغدا يعني ممكن تتعمل وجبة واحدة تتعمل بكذا طريقة. ممكن كمان تعملي عيش فينو في البيت او تشتري عيش فينو جاهز وتعمليها كده شرايح وتعمليها سندوتشات. ممكن كمان تعمليها في عيش سوري، هتبقى شبه السندوتشات الجاهزة اللي بندفع فيها مبالغ كبيرة جدا. فهنا بقى قلت ايه، يعني هميز نفسي شوية واعملها بقى برضو في عيش تورتيلا حلو جدا. شايفين بقى مطة الجبنة عاملة ازاي؟ زودت بقى شوية مايونيز وكاتشب واي نوع بقى صوصات انت بتحبيه. زي ما قلت لكم في مشكلة ما بيني وما بين الخيار، ان انا اسيبه كده جوه مثلا المخبوزات او العيش وان هو يتسخن، معرفش بحس ان طعمه بيغير. فهسيب بقى الخضار اللي انا هاكله في الساندوتش ده بره كده، الساندوتش في طبق لوحده، وهبدأ ان انا الف معايا رول الفراخ بعيش التورتيلا القمح الكامل، وهسيبه شوية في القلاية الهوائية هيتحمص ويبقى معايا قمر جدا. شايفين بقى الفراخ كده وجمالها؟ طبعا اضافة الفول الصويا مع شوية من البيكنج باودر، سواء في الطريقتين تقدري تزودي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بتخلي كده الفراخ معاكي يعني منفوشة كده وحلوة وطعمها جميل.
هسيب بقى الفراخ في القلاية الهوائية لحد ما تتحمص معايا. وزي ما شفتوا معايا في اول الفيديو، العيش التورتيلا لما بنحمصه في الطاسة بتحس ان هو بياخد ايه، يعني لون شوية، وكمان احنا مش بنكون مزودين زيت كتير. انما في القلاية الهوائية هتشوفوا معايا الفرق بنفسكم. بيطلع بقى من القلاية الهوائية شبه عجينة الباف بيستري بالظبط، او شبه الفطير المقرمش. فالقلاية الهوائية من الحاجات اللطيفة جدا اللي بجد يعني انا بالنسبة لي مش بستغنى عنها، يعني بستهلكها جامد جدا، سواء هي او الميكروويف استهلاكي ليهم كتير قوي. زي ما قلت لكم هسيب بقى الخضار بره كده، وبعد بقى السندوتش القمر ده ما يتحمص معايا هبدأ ان انا ايه، افتح كده السندوتش وازود الخضار اللي انا حباه. بقى معايا هنا العيش التورتيلا محمص في القلاية ولا غلطة، شكل وطعم بيكون حلو قوي. كان عندي بقى البيك كولا، او ممكن تشربي اي مشروب معاه، ورغم ان انا اكلت الوجبة دي وما شربتش برضو البيك كولا. فالمهم كده حبايبي، ده بالنسبة لي كان وجبة غدا حلوة جدا. طب باقي بقى الجماعة اللي موجودين معايا في البيت عملوا بقى مكرونة وبطاطس، بس انا حبيت اصور لكم المقطع ده بس، لان هم طبعا ملهمش خلق للتصوير والتصوير بياخد وقت طويل. فخلاص بقى هم عاشوا حياتهم وكملوا بقى باقي الفراخ، وعملوا معاها مكرونة وبطاطس، وكانت وجبة غدا حلوة جدا. فجربوا بقى الفراخ بالطريقة دي هتعجبكم قوي. وزي ما قلت لكم ان شاء الله هنزل لكم الوصفات مختصرة، يعني يبقى الكلام على قد بس الوصفة بس في القناة التانية. تعالوا بقى نعمل وصفة تانية، وقلت لكم هنزل لكم فيديوهات بقى كيك بأنواع كتير جدا جدا. فالنهاردة هنشوف مع بعض كيكة الموز. لو انتي بتاكلي الموز كده فجربيه بقى تاكليه مع كيك، هيعجبك جدا. خصوصا بقى الموز اللي هو بيكون فيه نقطة سمرة، ده البنات عندي يعني اول الموز ما يوصل للمرحلة دي خلاص مش بيرضوا ياكلوه خالص. بالنسبة لهم الموز كده بقى بايظ، بس هو بيكون طعمه مسكر جدا وبيكون حلو قوي. وانا بحب اصلا الموز يوصل للمرحلة دي عشان اكله كموز كده. فالمهم كان عندي بقى كام موزة محدش راضي بقى ياكلهم، قال لي كمان الموز بقى طري. فزي ما انتوا شايفين الموز يعني هو القشرة بس لونها اتغير، انما الموز ذات نفسه زي الفل مفيش فيه اي مشكلة. هاخد بقى شوية لبن كده صغيرين واضرب فيهم اي كمية موز عندك، 2 بقى صوبع 3 4 الموجود عندك اضربيه كده مع شوية لبن. احنا عايزين نحول الموز يعني يبقى معانا بيوريه موز، او ممكن تهرسيهم كده بالشوكة، بس الطريقة اللي هي بالهاند بلندر، او ممكن تعملي نفس الخطوة في الخلاط، دي بتكون افضل. فهرست بقى عندي الموز كده لحد ما بقى ناعم جدا، هاخد منه مقدار كوباية. وهنمشي بقى على نفس خطوات الكيك اللي انتم متعودين معايا كده عليها. وطبعا يعني مفيش وصفة كيك بنزلها معاكم في القناة غير لما بتكون يعني وصفة مجربة وناجحة 1000000%. فهجيب عندي بقى دلق الخلاط، وطبعا كل المكونات اللي بنستخدمها تكون بدرجة حرارة الغرفة. ما ينفعش اي حاجة تكون خارجة من التلاجة، سواء بيض او لبن او لو موز او اي حاجة عندك وتبدأي ان انتي تستخدميها على طول. لازم تكون كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة. نزلت عندي بقى في دلق الخلاط بكوباية كده من بيوريه الموز اللي عملته، وهزود كمان نص كوباية من الزيت ونص كوباية من الزبدة. الزبدة بقى بتنقل معاكي الكيك دي في حتة تانية خالص، لا في حتة تالتة خالص. فأنا مستخدمة زبدة الحلوبة حلوة جدا، وبرضو الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. هزود بقى عليهم 4 عدد بيض، وهزود كمان كوباية ونص من السكر. وطبعا في بيض اكيد هنزود فانيليا، هزود برضو 3 كيس من الفانيليا، وهزود عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام الاسباني. هقول لكم برضو المقادير كده تاني معايا كده في دلق الخلاط: كوباية من بيوريه الموز باللبن، وزودت عليهم كوباية من الزيت، 4 عدد بيض، كوباية ونص من السكر، معايا 3 اكياس من الفانيليا، نص كوباية من الكاكاو الخام الاسباني. زودت عندي كده الكاكاو الخام الاسباني، وهزود عليهم كمان الفانيليا. وناخد بقى كل المكونات الحلوة دي ونضربها بقى ضرب جامد جدا في الخلاط لحد ما كل حبيبات السكر تدوب معانا وتبقى كده شبه الكريمة. يعني مفيش اي حبيبات للسكر خالص، فالسكر مع البيض هيتخفق معانا كويس جدا وهيبقى قوامه حلو قوي. هسيب بقى الخليط ده كده يبدأ ان هو يتخلط معايا في الخلاط كويس جدا. وفي الوقت ده هجيب معايا كده بولة وانزل فيها ب2 كوب من الدقيق. وبرضو نوع الدقيق بيفرق جدا في الكيك، لازم يكون نوع دقيق استخراج 72، دقيق يكون قوي زي الدقيق كده اللي احنا بنستخدمه في المخبوزات.
معايا بقى كوبايتين من الدقيق بالكوب المعياري، هزود عليهم كيس من كيك شيف، او ممكن تستخدمي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، او ممكن تستخدمي كيس بيكنج باودر. هزود بقى عندي كده كيك شيف، وابدأ ان انا انخل معايا كوبايتين الدقيق. فالاجمالي لمقدار الكيكة ده ممكن تشيلي كوباية اللي هي الموز باللبن، وتزودي كوباية لبن، او تزودي كوباية عصير برتقال، وتمشي بنفس المقادير بالظبط. ومقدار الدقيق هيكون كوبايتين ونص لو انت عايزة تعملي كيكة برتقال، او لو عايزة تعملي كيكة عادية اللي هي كيكة الفانيليا. نفس المقادير بالظبط هتكون ثابتة معاكي. دخلنا بقى كوبايتين الدقيق مع كيك شيف، وهبدأ ان انا كده بالمضرب السلك اليدوي، يعني اللي هو ايه، اخلط كل المكونات مع بعض، واحافظ على كمية الهواء اللي انا دخلتها جوه الدقيق. في الوقت ده بقى كان الخليط معايا خلاص كده كله اتخفق مع بعضه. هنزل بقى بكل المواد السائلة على المواد الجافة، ونبدأ ان احنا بالمضرب بقى السلك اليدوي نخفق بقى معانا كل المكونات الحلوة دي مع بعض. وطبعا اي كيكة بيكون فيها كمية زبدة بيكون قوامها مختلف شوية عن الكيكة اللي بتتعمل بالزيت. فهتشوفوا معايا برضو قوام الكيك هيكون عامل ازاي. ويا سلام بقى لو عندك اي بقى نوع مكسرات، عندك مثلا اللي هو الجوز بيكون طعمه حلو جدا مع اي كيكة بتتعمل بالزبدة. وبرضه هبقى اجرب معاكم بعد كده الانجليش كيك بقى بالجوز، او اللي هو عين الجمل، بتبقى برضو طعمها في حتة تانية خالص. فهنا زي ما انتوا شايفين القوام بقى بيبدأ يبقى كريمي معانا اكتر. وبنكون بقى محضرين معانا صينية مقاس 30 او 2 قالب اللي هو الانجليش كيك، والقالب ده تقريبا مقاس 20. فانا هقسمها كده في الاتنين قالب دول. وافضل صواني تعملي فيها الكيك هي الصواني الالومنيوم، ولا تيفال بقى ولا جرانيت ولا مش عارفة ستانلس ولا اي صواني. هي الصواني الألمنيوم نمبر 1 في التسوية لجميع الكيكات والمخبوزات. لازم طبعا نبطن الصينية كويس قبل ما نستخدمها. بندهنها بقى بشوية سمنة ونرش عليها دقيق، ونقسم بقى معانا خليط الكيك على الصينيتين الحلوين دول. وزي ما قلت لكم مقاساتهم تعتبر مش مقاسات كبيرة، ونفس الوقت مش مقاسات صغيرة. المقدار ده بيكون مناسب جدا لو عندك الصواني دي، او ممكن تعمليهم في صينية كبيرة مقاس 30، هيبقى معاكي برضو الموضوع حلو جدا. خلصت بقى هنا كده عندي الكيك والدنيا كده ظبطت معايا. هكون مجهزة بقى الفرن ومسخنه مسبقا. والحمد لله الفرن الكهرباء عندي رجع اشتغل تاني، من الحاجات برضو اللي كانت مش شغالة الفترة اللي فاتت. والحمد لله صلحت الفرن الكهرباء. وده كده فرن كهرباء من تورنيدو 45 لتر. طبعا الفرن نظيف وزي الفل ومفيهوش دهون ولا اي حاجة. بس زي ما قلت لكم زمان وبقول لكم تاني، العيب الوحيد اللي في الفرن ده ان الصاج اللي هو معمول منه الفرن، يعني زي ما انتم شايفين تحسوا ان هو مش بيلمع اوي، رغم انه كان اول ما جه كان بيلمع ونضيف وكل حاجة. بس الصاج اللي فيه كجودة صاج مش قد كده. فظبطت بقى عندي كده الفرن الكهرباء، وشغلت بقى ايه الشعلة فوق وتحت، وسبتها بقى لمدة نص ساعة 30 دقيقة. هتبقى معاكي احلى صينية كيك. طبعا تسوية الأفران الكهرباء بتكون ممتازة جدا سواء في الكيكات أو المخبوزات. ولو عايزة تشتري أفران كهربائية زي كده، الفرن ده مش بيعمل تسوية أكل. فانت ممكن تشتريه ان انت تعملي مثلا بيتزا، تعملي كيك اسفنجي، تعملي اي نوع كيك زي كده. انما هو مش افران للطبخ، عشان ممكن ناس يختلط عليها الامر. فدي افران لخبز الحلويات والمخبوزات فقط لا غير، عشان محدش يضحك عليكي ويقولك ده بيسوي الاكل وبيعمل صواني ومش عارفة ايه. لا خالص، هو مخصص بس للكيكات والمخبوزات. وتعالوا بقى شوفولي كيكة الموز القمر جدا دي، قد ايه الكيكة طرية وطعمها مميز. واضافة بقى الزبدة مع الشوكولاتة اللي هو الكاكاو، بجد نقل معانا الكيك في حتة تانية. جربوا الكيك دي بكل المقادير اللي قلتلكوا عليها وبكل التكات اللي انا بقولكوا عليها خلال الفيديو. ممكن اكون يعني بتكلم في ادق التفاصيل، بس في ناس بتكون لسه مثلا اول مرة تجرب كيك، بتكون حابة تعرف ادق التفاصيل. وبرضو لو عندكم اي سؤال سيبيلي في الكومنتات، اي استفسار عندك هرد عليكي واقولك اي حاجة انت حابة تعرفيها. فهنا بقى كان الكيك وجماله. وطبعا انا الصبر عندي منعدم، بقطع بقى الكيك على طول كده وهو سخن. وهنا بس يعني كان الايه الكيك اخد مني لون سيكا. برضو بقالي كتير قوي ما شغلش الفرن الكهربائي ده، فلسه برضو ايه يعني ناسيه درجات الحراره بالظبط ايه. وكمان الكتابه بقى اللي بتكون موجوده على البكر اللي هو بيشغل الفرن، فاكترها اتمسحت
بدرجات الحرارة باللي هو مثلا اللي بيشتغل مثلا فوق وتحت مع بعض ازاي، بيشتغل شواية ازاي، عايزة افصل فوق واشغل تحت. فالحاجات دي كلها محتاجة ان انا اراجع بقى الفيديوهات القديمة الموجودة عندي على القناة التانية عشان اعرف تشغيل الفرن ازاي. فدي كده حبايبي كانت كيكة الموز. ولو حابة تعمليها من غير شوكولاتة ممكن مش تعجبك اكتر حاجة، لان هي بالشوكولاتة او بالكاكاو، يعني دي افضل طريقة تعملي بيها كيكة الموز. من غير الكاكاو يعني هتلاقي الكيكة لونها غامق بالنسبة لك ومش هتكون افضل حاجة. فجربوا بقى كيكة الموز دي، وان شاء الله انزل لكم الوصفة كده مختصرة لوحدها في القناة التانية، وان شاء الله تجربوا الوصفات وتعجبكم جدا. وهنا بقى يعني بعد طول انتظار طويل جدا برضو السباكة عندي كانت ضربة تماما يعني بجد مطبخ وحمام من غير سباكة كويسة، يعني بجد معاناة بقى ست البيت. بتلاقي ست البيت هي اللي بتكون في معاناة. فبرضو من الحاجات اللطيفة اللي عملتها ان ظبطت كل السباكة اللي كانت بايظة عندي، ركبت بقى اللي هي الدش القطعة الزيادة اللي تكون في الخلاط دي. يعني عايزة اقول لكم ريحتني من معاناة جامدة جدا. فركبت بقى اللي هو الدش ده بجد حلو قوي. وكمان انتوا شايفين المساحة ما بين الخلاط وما بين الحوض كتيرة جدا، فكانت بقى بتبهدل لي الدنيا كلها مية. ونفس النظام كان عند الحمام، بلاقي حوض الحمام الرخامة بقى الكبيرة دي مفيش تحكم خالص في كل المية اللي بتخرج من الحوض، لان برضو المسافة عالية. فالدش بقى ده جميل كده وبيجيب كل الاتجاهات، وتغسلي كده وتنضفي الدنيا والدش ده كده معاكي. فبرضو كانت حاجة لطيفة جدا. دي انجازات بقى 2025، ان ظبطت الكاتل، الفرن الكهرباء، لقيت برضو عندي الشاشة ضربت مرة واحدة، رحت برضو ظبطت الشاشة، السخان برضو فصل عملته. في كمان في حاجات كتير قوي حصلت الفترة اللي فاتت، مش عارفة كان في كل حاجة يعني كل شوية رن على محمد اقول له حاجة باظت حاجة اتكسرت، فقال لي لا ارحميني مش كده. شاشات الموبايلات برضو اتكسرت معانا. فالموضوع كان صعب جدا، بس الحمد لله ان هي بتيجي في الحاجات دي. فظبطت بقى حاجات كتير جدا، واهمهم طبعا خلاطات المية والسباكة اللي كانت مجنناني، وكمان عملت الكاتل والفرن الكهربائي. ففي حاجات كده اللي هو كل ما تبقى عايزة تعمليها وتقولي لجوزك يقولك طب ماشي هبقى اعملها لك. هبقى اعملها لك دي ممكن تستني سنة ولا سنتين ولا 3 لحد ما تتعمل. فالحمد لله ان كل حاجة اتعملت، يعني اللي هي الصيانة بقى السنوية للبيت. فالحمد لله كده على كل حال. وهنا بقى كنت بقطع كده قالب زبدة الحلوبة الخطيرة جدا في الكيكات والبسكوتات والفطاير حلوة قوي. وعشان بقى اسهل على نفسي الاستخدام قطعت بقى القالب كده لمكعبات صغيرة وبسيبه بقى في العلبة معايا. عايزة بقى اي كمية باخد كده المكعبات على قد الميزان او على قد الطبخة اللي انا عايزة اعملها. وقطعت بقى كده كل مكعبات الزبدة. وده كده يا حلوين كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو كده يكون عجبكم. اشوفكم على خير ومع الف سلامة.